بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم في فيديو بعنوان مشاكل اوبر ما بتخلص. فعلا مشاكل اوبر ومشاكل الشركات كلها، مش اوبر بس، ما بتخلص. كل يوم مشكله وكل يوم حوار. ولما كابتن يقول لي على مشكله او نجيب لكم مشكله، يطلع شويه مغفلين كده: ايه يا جدعان؟ في ايه؟ انتوا بتحبطوا الناس، ما تقولوش الحاجات دي، مش عارف ايه. يا باشا احنا مش بنقول المشاكل عشان خاطر نقول لك لا اصل ده فيه وده عليه. احنا شغالين في كل الشركات، بس احنا بنحاول نقول لك المشكله عشان خاطر لو في واحد مبتدئ انت مش عارف، حد مش عارف، يتجنب المشاكل دي وما تحصلش معاه. ايه المشكله لما تحذر الناس من حاجه هو ممكن ما يكونش عارف عنها اي حاجه؟ هي دي الفكره. يعني في كابتن بعت لي المشكله بتاعت النهارده ان هو كان في شركه اوبر، يعني عنده مشكله في الابلكيشن فراح يحلها. فالمهم وهو قاعد كده اتعرف على كابتن، الكابتن ده حصل معاه مشكله وبيجادل مع اوبر ليه فتره. الكابتن ده كان في المطار، الله اعلم بقى عمل ايه، مثلا شد مع ظابط، هي في مشكله. احنا عارفين رحلات المطار احنا بنقول للناس حاول ما تاخدهاش، عشان خاطر لو عندك اي مشكله في العربيه بيحاول يعمل لك اي مخالفه مش عارف ايه. وخصوصا الناس اللي هي عربياتها مثلا بي واي دي، فيرنا، لانوس، الجيلي، العربيات دي معروفه كده وانت مغمض كده بتشوفها من بعيد ان هي شغاله اوبر. ففي المطار بيلقطوا العربيات دي، بيعملوا مثلا مخالفه اللي هي ب 100 جنيه، بنبعتها على الابلكيشن بيردوا لنا الفلوس، دي شركه اوبر. بيحصل لك اي مشكله فما علينا. الراجل ده حصل معاه مشكله جوه المطار، الله اعلم هو بقى غلطان مش غلطان، حصل معاه الموضوع ازاي مش عارف بالظبط. بس المهم اتعمل له اللي هو تحميل بالاجر، اللي هو وقف رخصه العربيه مش عارف شهر ولا شهرين، ومش عارف الغاء رخصته وترخيص من اول وجديد، وموضوع كده كبير كده. المهم يعني راح لشركه اوبر، قالوا له حضرتك روح شوف المخالفه كام وهات لنا وصل بالمخالفه او بالمصاريف واحنا هندفع لك المصاريف دي. الراجل قال لك ده ما شاء الله شركه كويسه وبتحافظ علينا وكده، ويعني هناخد حقنا منها. الراجل راح خلص الترخيص وعدى الشهر والدنيا تمام ومش عارف ايه، ورخص العربيه وزي الفل. رجع لشركه اوبر بالمصاريف اللي هو ترخيص العربيه، ومش عارف عمل رخصه ثانيه ومش عارف عمل ايه وعمل ايه. الحساب دخل في كام بالمخالفه اللي عملها بالكلام ده كله؟ كل الحساب دخل في حوالي 7500 جنيه. الراجل راح زي الشاطر كده لشركه اوبر، وراهم الوصوله، وراهم الترخيص، وراهم كل حاجه. يا جماعه انتوا قلتوا لي حصل كذا كذا. قالوا له فعلا، بس احنا ما نقدرش نطلع المبلغ ده، المبلغ طلع كبير، احنا كنا بنحسب مبلغ صغير او حاجه بسيطه كده نديها لك وخلاص، زي مثلا ال 100 جنيه ال 200 جنيه 500 جنيه حاجات من هذا القبيل. لا معلش احنا مش هنقدر نديك المبلغ ده. طب يا جماعه يمين شمال، انا ازاي، انا صارف، انا عاوز اقابل المدير مش عارف ايه. يمين شمال، جابهم يمين جابهم شمال، ما رضيوش يعملوا اي حاجه. فالراجل يعني اخر ما يئس قال لك الحمد لله على كده وربنا يعوضنا خير ومش عارف ايه، وطلع بره اوبر. فالراجل ده بيقول وقفت معاه بقول له ايه المشكله، حكى له قصه كذا 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 كذا، وطلع معاه بره اوبر وقال له طب يعني مش عارفين نعمل ايه، او انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، صعب عليه فقال له مش عارف اقول لك ايه. فالمهم الراجل بيفتح الابلكيشن وهو واقف مع الراجل اللي انا بقول لكم عليه ده معانا في الجروب، راح لقى اوبر عامله له بلوك نهائي. يعني انت تطالب بحقك، تدور على حقك، بلوك نهائي. انت زي الجزمه تاخد على قفاك وتتضرب على قفاك وما تتكلمش ولا تفتح بقك، سكتم بكتم، خلص الموضوع. هي اوبر عاوزاك كده. يعني انت بتشتغل معانا، حصل لك مشكله ما تشتكيش، ولو اشتكيت واحنا رفضناك خلاص ما تتكلمش تاني، ما تقولش عاوز اقابل المدير، ما تقولش اي حاجه، تاخد بالجزمه وانت ساكت. احنا بقينا هنتجنن عليه ابن 3 سنين كده ما تهزش، بس بقى اتجنن وجاله تخلف عقلي. انا بس بعمل فيديو ده ليه؟ عشان خاطر الناس اللي بتستفزني تيجي تقول لك انتوا مش عاجبكم الشغلانه سيبوها. سيبوها ايه يا عم؟ هو انا يا ما اخدش حقي واخد على قفايا، يا اما اسكت. في ايه يا جدعان؟ يعني حتى اتضرب واتكلم اقول لا تتضرب وما تقولش هي دي الفكره، هي دي الشركات دي عاوزك كده. فانا لو كنت بتكلم عن اي حاجه، يعني شركه اوبر حاجه زي كده، ليه ما تعوضش كابتن زي ده وما بيجيلكيش كابتن نفس الموضوع ده غير كل يوم، يعني غير كل فتره؟ يعني الكابتن ده ايه المشكله؟ الراجل شغال مع اوبر وكسبكم كتير، وخصوصا اليومين دول انتوا بتكسبوا كتير وكتير وكتير. يعني الناس كلها ملاحظه الكلام ده، وجاتني رسائل بهبل وسكرينات، وانا مش محتاج ان انا اطلع لك سكرينه بالكلام ده. خش يا باشا على رحلاتك في اوبر وشوف، رحله تلاقي النسبه 30%، نسبه 40%، نسبه مش عارف 28%. مفيش بقى صفر ولا اكس ولا الكلام الفاضي ده، كله بقى زي بعضه. النسبه شركه اوبر بقت تاخد الرحله منك كده يا باشا، تشتريها من العميل وتعرض لك السعر. حضرتك وافقت على السعر ودوست عليه، امين، انت كده تمام. ما وافقتش خلاص براحتك. فهي دي الفكره، ان هي بتشتري الرحله من العميل وتبيعها لك بسعر تاني خالص. واوعى تبص على النسبه،
نسبتهم مختلفه، بتعلى قوي وبتنزل، بس نادر جدا لما تلاقي النسبه بتاعتهم مثلا نزلت ل 15% ولا 17%. كل النسب دلوقتي يا باشا عدت العشرينات والثلاثينات وايه، وفي ناس كمان بعت لها سكرينات وصلت ل 40%. ايه يا جدعان في ايه؟ هو التارجت عاوزين تحققوه؟ قلنا الكلام ده في الاول ان اوبر بتحقق تارجت وبتعمل وبتسوي. ناس كتير تقول لك انت مش فاهم حاجه، ده الشركه دي مش عارف عملت ايه. هو فعلا الشركه مش غبيه، الشركه اول ما نزلت موضوع السعر والكلام ده وقالت البيان ده واحنا اتكلمنا عليه، عملت نسبه عاديه جدا ومشيت على النسبه العاديه شويه حلوين، وبعد كده اليومين دول بقى يا باشا ادي للناس كلها على قفاها. يعني دلوقتي ايه، الناس نسيت الموضوع ونسيت البيان اللي هم كانوا منزلينه من فتره اللي احنا اتكلمنا عنه، فدلوقتي بقى بيدوا الناس كلها على قفاها. يلا خد على قفاك يا معلم وما تتكلمش. هي دي الفكره. فاحنا حبينا بس نعرض المشاكل بتاعه الكباتن والمشاكل بتاعه الناس عشان خاطر برضك الناس تبقى معانا في الصوره. يعني دلوقتي شوف انت نسبه اوبر بتاخد كام، وما بقتش تاخد نسبه، دلوقتي بقت تاخد عموله. عموله بقى مش فارقه، العموله بقى بتوصل ل 40 و50%، مالكش دعوه. فايه المشكله لما عندكم المبالغ دي وبتاخدوا مننا المبالغ دي؟ لا بتوقفوا مع حد عمل حادثه وعندكم على مش عارف حاطين التامين ومش التامين وكل ده كلام فاشل. راجل جالكم بمخالفه يعني عوضوه، ادوا له. ايه المشكله؟ انتوا ما بتاخدوش قليل، انتوا عمالين تسفوا مننا سف، بتاخدوا فلوس بالهبل من الرحلات ومن ده. ماشي بتجيبوا شغل، بس زي ما بتجيب لي شغل انا برضك عربيتي بتتهلك، انا يعني ايه بيطلع عينيا في الشارع، انا حاجات كتير قوي. فالفكره كلها في كده، ان انا زي ما بتعب معاكم اتعبوا معايا، وقفوا جنبي ولو مره واحده. فهي دي يعني ده اقل واجب من الشركه ان هي تعمله مقابل اي كابتن. وانا على فكره مش بخص اوبر بالقصه دي بس، لا ده انا بخص كل الشركات. كل الشركات عندها نفس الموضوع، بترميك في انت تجيب لها مكسب، وانت لو وقعت او حصل لك اي حاجه او حصل لك اي مشكله يقول لك يلا في الزباله تولع بجاز، احنا مالنا ومالك، انت كنت شغال معانا اساسا، ويعمل لك بلوك. يعني حركه وسخه قوي، حركه يعني انا مش عارف اوصف الحركه اللي حصلت مع الكابتن دي بايه. يعني حركه خسيسه قوي ان هم يعملوا الكلام ده. ازاي انت واحد شغال معاك ولما اشتكى وقال لك عاوز اقابل المدير وعندي مشكله وفي مصاريف ودفعت 7000 جنيه تقول له ماشي وتطلعه وتخليه يطلع، بعدها ب5 دقايق الراجل يجي له بلوك؟ عارف يعني ايه صدمه الراجل؟ يعني ربنا يكون في عونه الراجل ده. يعني لو سمعنا او شاف الفيديو ده، المشكله انا ما عرفتش اوصل للراجل ده، بس لو سمع الفيديو ده او شاف الفيديو ده يا ريت يتواصل معانا وانا اخليه يطلع يتكلم ويحكي القصه بنفسه هو. يعني انا ما عرفتش اوصل له. فالمهم يعني انا حبيت برضك اخليك معانا في الصوره عشان خاطر ما تجيش تهاجم وتقول انتوا بتعملوا وانتوا بتسووا وعاوزين. لا احنا لازم نوري الحلو ونوري الوحش. زي ما في حاجات كويسه في الشركات، في حاجات زي الزفت. فاحنا بنوري الناس الكلام ده عشان الناس تاخد بالها من الكلام ده. اهم حاجه لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس وما تنساش اللايك. ولو عاوز تشترك معانا في جروب التليجرام هسيب لك اللينك تحت الفيديو. واهم حاجه قبل اي حاجه وقبل ما تقفل الفيديو صلي على النبي عشان ناخد انا وانت ثواب ان شاء الله. واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله، ولو حد عنده اي مشكله يبعتها لنا وان شاء الله خير.